السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يا مساء الهنا على أجمل متابعين في الدنيا. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة وخفيفة ولذيذة هتعجبكم إن شاء الله. وبجد يعني تنفع في كل الأوقات، في الغدا، في العشاء، في الفطار، في كل حاجة. تنفع سندوتشات وتشرح رحلة. بصوا هنعمل مع بعض النهاردة كبد وقوانص بالبطاطس المحمرة. طريقة سهلة وطعمها بجد يعني مش هتبطلي تعمليها. تعملي بقى منها سندوتشات وانت رايحة رحلة. الناس اللي بتطلع مصايف وبتبقى عايزة وجبات سريعة، مفيش أسرع منها. بجد بتبقى سريعة جدا وخفيفة، يعني هي في أكلها خفيفة، مفيهاش أي طماطم ولا أي حاجة بقى من اللي بتبقى تقيلة كده على المعدة. فبتبقى بجد حلوة قوي. تعالوا نعملها مع بعض. نشوف ايه الطريقة وايه المكونات والجمال ده كله هيطلع ازاي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ مع بعض ونقول ايه المكونات بتاعتنا. يلا بينا. انا معايا هنا كبد وقوانص، الكمية اللي تحبيها. انا جايبه حوالي كيلو من الكبد والقوانص، لان بجد يعني اللي بياكل منها مش بيشبع. فطبعا نضفت الكبد والقوانص كده، حطيت شويه خل وشويه من الدقيق وبسيبهم كده شويه علشان ما يبقاش فيها اي زفاره ولا اي دم ولا اي حاجه. خلاص. بنقعها كده حوالي ربع ساعه في ميه ودقيق ومعلقه واحده بس من الخل، وبسيبهم حوالي ربع ساعه. وبعد كده بصفيهم وبغسلهم غسله نظيفه. بدي كده عصره ليمون برضو زيت التأكيد علشان خاطر ما يبقاش فيها اي طعم مش حابينه، علشان كمان معاها بطاطس، فعشان تبقى الوصفة تاكليها كده وانتي مش متشائمة من اي حاجة. هنعمل ايه بعد ما عصرت عليها ليمون كده؟ بديها تقطيعة بحيث ان انا اعرف اعملها في السندوتشات اهو. تمام. قطع كده يعني مش صغيرة قوي ومش كبيرة قوي، قطع متوسطة. تمام اهو. طبعا القوانص يعني بقطع القناصية كده مثلا على 2 3 على حسب حجمها. خلاص. والكبد بقسمها برضو كده 2 من كل واحدة. وهبدأ بقى اخدهم على البوتاجاز. هنجيب طاسة كده نحط فيها شوية من الزيت، وهنزل اول حاجة بالقوانص والقلب بتاع الفرخة. تمام. بيبقى كده مع الكبدة والقناصة في قلب كده. تمام. القلب ده بننضفه وبفتحه وبنضف منه اي دم، برضو بحطه اشوحه مع القوانص. هديها تشويحه كده، هتحسي كده في ريحه حلوه وانت بتشوحي، اللي هو الدهون اللي بتبقى في القوانص. طبعا انا شلت كميه كبيره جدا من الدهون لان انا مش عايزه فيها دهون كتير. انت لو بتحبيها سيبيها، ما فيش مشكله. بعد ما اديتها تشويحه كده وبدات تدبل وتاخد شويه في السوا، نزلت عليها بالكبد بتاعتي وهبدا ان انا اقلب وابدا اشوحهم كده مع بعض. تمام اهو. خلاص. اول ما يتشوحوا كده جبت شويه من البطاطس وقطعتهم كده صوابع مع بعض اهو. و هسيبها كده في الميه علشان احمرها. خلاص عشان ما تسودش. تعالي بقى جيبي الهون بتاعك وتعالي نعمل الخلطه اللي هنحط عليها الكبد والقوانص. طبعا بيقعدوا يقولوا فيه نفس الاكل نفس. لا، هو الاكل مش نفس ولا حاجه. هو الموضوع كله ان احنا بقينا نلجأ للكبه والهاند بلندر والحاجات دي اللي هي الجديده. ولكن ارجعي اعملي كده في الهوم بتاعك، هتلاقي نفس والدتك في الوصفه اللي هتبقي بتعمليها. جبت هنا قرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي. طبعا كميه الفلفل دي اللي انت تحبيها بقى، عايزه تزودي براحتك، مش عايزه تحطي خالص برضو براحتك، ولكن مدي طعم حلو قوي. شويه كده من الثوم، وهحط بقى فلفل اسود وكمون، شويه من الكزبره، رشه كده من الشطه خفيفه. اي بقى توابل بتحبيها ولكن ما تكتريش، بحيث ان احنا نعرف ايه، ناخد احلى طعم من الوصفه. هعمل ايه؟ هبدا بقى ان انا هدقهم كده مع بعض في الهوم بتاعي. انسي كبه في الوصفه دي بجد، يعني بتبقى محتاجه لهون شويه كده من الملح، بيخلي الوصفه بجد بتبقى مختلفه وطعمها احلى. هو ده موضوع النفس اللي بنتكلم عليه. ما بقيناش نلاقي نفس والدتنا في الأكلة. والدتي بتعملها أحسن مني. فهو ده السر، ان انت بترجعي للحاجات القديمة، بتستسهليش
جربي دقيهم كده في الهون، مش هياخدوا معاكي اي وقت خالص. بعد ما الكبد والقوانص بتاعتي كده خلاص اتشوحوا وخلاص بدأوا ياخدوا سوا، هنزل كده بالخلطة اللي انا عملتها، اللي هي الفلفل والثوم وشوية التوابل، وهحطهم كده، هفتح في النص واحطهم واديهم كده تشويحتين برضو كده مع بعض اهو. تمام. واسيبها بقى كده لحد ما تستوي خالص. لو انت حاسه ان القوانص بتاعتك لسه ما استوتش، حطي حوالي ربع كوبايه من الميه وسيبيها لحد ما تشرب الميه بتاعتها خالص. تمام كده. واسيبها بقى خلاص كده. بعد ما تستوت هعمل ايه؟ الخطوه دي مهمه جدا. معايا هنا شويه من البصل. هعمل بقى ايه في شويه البصل دول؟ طبعا مقطعه جوانح كده. هرش رشه كده من الملح ورشه من الفلفل الاسود، رشه خفيفه خالص. وهحط شويه كده من السماق، مش عايزه تحطيها براحتك، بس بجد بتغير في الطعم وبتدي طعم حلو قوي. رشه بسيطه خالص. هقلبهم بقى كده مع بعض تقليبه جامده كده اهو، بحيث ان انا لما اجي احط البصل دوت على الوصفه بتاعتي، لان احنا هنحطه ني مش هنسويه، فما يبقاش طعمه مغير ولا ليه اي روايح. تمام. هعمل ايه بقى؟ حمرت طبعا البطاطس بتاعتي اهي. زودي بقى بطاطس، اعملي كميه كبيره بجد، يعني بتبقى طعمها حلو في الوصفه وهيحبوها ان شاء الله. هحط كده بقى البطاطس عليها البصل بتاعي. ما تقلقيش خالص، بجد بيبقى طعمه حلو. هعمل ايه؟ هديله بقى رشه كده من البقدونس او الكزبره الخضراء، يا كزبره يا بقدونس، الخضره اللي عندك يعني. تمام. ما عندكيش مفيش مشكله يا ستي، ما تحطيش، مفيش مشاكل. اللي مش عندك ما توقفيش الوصفه، كملي بدونه. تمام. هقلبهم كده مع بعض اهو. طبعا البطاطس ما حطلهاش ملح، لان احنا حاطين على الكبد والقوانص حاطين عليها ملح، وحاطه رشه ملح برضو على البصل. خلاص، عشان الوصفه ما تبقاش حادقه منك زياده عن اللزوم وما تحبيهاش. خلاص اهو. قلبتهم كده وهفرد كده زي ما انتم شايفين. خلاص. طبعا في الوقت ده الكبد والقوانص بتاعتي خلاص استوت، وانا اتاكدت من ان هي استوت. هنزل بقى بيها على البطاطس والبصل اهو. تمام. احب اقولك بقى ان انت زودي في الموضوع، لان بجد هيحبوها قوي وانت كمان هتحبيها اهو. قلب بقى كده مع بعضه عشان كله ياخد من بعض اهو. تمام. اقلبهم تقليبه حلوه اهو. زي ما انتم شايفين كده خلاص انا قلبتها، هي كده خلاص الوصفه بتاعتي تمام جدا. اديها برضو رشه كده من الكزبره الخضراء على الوش اهو. وكده خلاص خلصت. بجد حلوة قوي. احلى سندوتشات تعمليها في الرحلات في المصايف، من الاكلات السريعة اللي مش هتاخد معاكي وقت ومنجزة وهيحبوها. خفيفة، هي خفيفة جدا، يعني من الوصفات اللي تحبيها في الصيف. تمام. طبعا كلنا في الصيف بنبعد عن الخضار على قد ما بنقدر، فدي وصفة حلوة قوي. هعمل لكم وصفات كتيرة ان شاء الله للصيف تبعد عن الحر والكلام ده كله. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، جربوها بجد هتعجبكم قوي. ولو عجبتكم ما تنسونيش في لايك وكومنت حلو زيكم. اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. جربوا الوصفة واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.